ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انتوا مع قناتكم اسرار المطبخ مع سمسمة. النهارده هنقدم فيديو جديد، هنعمل مع بعض كنافة بالمانجا، بس المرة دي طريقة مختلفة. هنعمل الكنافة في المجات. انا قبل كده عاملاها لكم في صينية. ده ربع كيلو كنافة انا جايباه وحطاه في الفريزر ومطلعاه، وزي ما انتوا شايفينه. طبعا انتوا لما تحطوه في الفريزر هيطلع معاكم يتفتفت بالشكل ده. ودي منجايه برضو كنت مفرزاها، طلعتها وقطعتها، ومج زبده. دلوقتي احنا هنروح على النار عشان نحمرها الكنافه مع بعض. دلوقتي احنا حطيناها في طاسه على النار، بس النار نهدي عليها شويه، وهننزل بالزبده، وهنضيف معاها معلقه سكر علشان السكر بيديها لون جميل لما بتتحمر. هنفضل نقلب فيها كده كلها لحد ما اللون الاحمر يبقى حلو كده، ونطفي عليه. كمان انت لو عايزه تحمرها في الفرن برضو عادي، بتبقى جميله برضو. كده يا حبايبي خلاص اللون الذهبي. هنطفي عليها دلوقتي ونسيبها تبرد، وهنحضر الشربات. نحط كوبايتين سكر وزيهم كوبايتين ميه. دلوقتي هندوب السكر على البارد لحد ما يدوب خالص، وهنرفعهم بعد كده على النار لمدة 7 دقايق، وهنحط لهم رشة فانيليا وعصرة ليمون. كده هنجيب نحضر كريم شانتيه اللي احنا هنزين بيه. دلوقتي هنحط كوبايه كريم شانتيه، وبرده كوبايه ميه ساقعه او لبن. نحط معلقتين قشطه، معلقتين سكر معاه، نضربهم لحد ما القوام يتقل معاه. كده خلاص القوام اللي احنا عايزينه. دلوقتي احنا هنعبي الكنافه في المج. اول حاجه انا عامله عصير مانجا كده، انا ضربها من غير ميه ولا سكر. بعد كده هننزل بالكنافه. حبايب الشكل النهائي، اخر طبقه عملتها بالمانجا وزينت يعني بحبه مكسرات، وتزيين خفيف وطريقه سهله خالص، وان شاء الله وطعمها هيبقى حلو. واتمنى النهارده يا حبايبي الطريقه تعجبكم، واشوف تعليقاتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. اشوفكم بالف خير، مع السلامه.